سلام، مرحبا بكم في قناتي مطبخ نور الأيام. اليوم جبت لكم قطايف المقلة، طريقة بزاف سهلة وسريعة وبنينة بنة تاع زمان. تبعوا معايا الخطوات. عندنا هنا قطايف كنا حليناهم بيدينا، وعندنا مكسرات اي نوع حبيتو، كاوكاو ولا جوز ولا اي نوع حبيتوه ديروه تاع المكسرات. نزيدو الحشو هنايا، نزيدو له مغرفة تاع سكر وزوج مغارف صغار تاع المزهر. لازم ما تجيش معجنه، لافاغس ما تكونش معجنه، وكي ترحوا المكسرات ما تخلوهاش تتعجن. ندخلوا كامل المكونات ونذوبوا الزبده، نحطوها في المقله، نذوبوها ونحطوها في المقله. نديروا الطبقه الاولى تاع القطايف، نديروها كامل، نستفوها ونضميوها بيدنا، نهبطوها هكا باليد تاعنا. ومن بعد نزيدوا الحشو لافاغس تاعنا تاع المكسرات. هذا لافاغس ما تجيش يابسه، تجي طريه. كي تاكلوا القطايف تاعكم ما تحسوش طبقه يابسه، تحسوها طريه خفيفه هشيشه. وهذا القطايف يجوا بزاف بنان. ان شاء الله يعجبكم وتجربوهم. ما تبخلوش بجام وتعليق للفيديو، متابعه للقناه للمزيد من الوصفات والتشجيع. نزيدو دوكا نديرو الزبده لهذاك القطايف اللي بقاو، نشربوهم بشويه زبده باش نديروهم فوق الطبقه تاع المكسرات. الطبقه الثانيه نشربوهم بالزبده كيما راكم تلاحظوا، ونديروهم فوق المكسرات. سهله وسريعه، ما تاخذش وقت، وناجحه 100%. اي وحده تقدر تجربها، سورتو تجي هشيشه، ما تجيش مكسرات يابسين. الحشو تاع المكسرات ما يجيش يابس، يجي طري. ونزيدو الطبقه الثانيه، نستفوها كامل فوق الحشو، نغطوه مليح. وهذا مكان طريقه سهله وبسيطه، اي وحده تقدر تديرها. مكسرات كاوكاو، لوز، جوز، كيما تحبوا، كل وحده ومقدورها. ندوها للفرن طيب، نقصوا عليها باش ما تنحرقناش. واذا شفنا الزبده تاعنا نشفت، نديرو في فوق شويه زبده، ونبقاو نذوبوا فيها هكا في الاطراف تاع المقله. عندنا الشربات ما نساوهاش، كاس سكر، زوج كيسان تاع الماء. نسيت هنا ما درتش المزهر، نتوما ديروا شويه مزهر، نص مغرف ولا مغرفه صغيره تاع المزهر، ولا نص قارص. كي طيب الشربات تاعنا نزيدو لها زوج ملاعق كبار تاع الحسيله، زيدو زوج ملاعق كبار تاع العسيله. هنا بعد ما قلبتها تكون شربت الزبده، نبقاو نزيدو في الاطراف الزبده باش ما تنشفناش. ومن بعدها هي سخونه شربت برده، ونضيفو الفوق كامل، نشربوها مليح باش تجي خفيفه وطريه. كيما راكم تلاحظوا سهله وناجحه 100%. سلام، ما تنسوش جمع ابوني.